رسميا الاهلي يعلن عن المهاجم الايفواري اسحاق سيسي. طبعا المهاجم الصغير في السن اللي الاهلي اتكلم عنه، وخلاص بنسبه 90% اللاعب هيكون بتشيرت نادي الاهلي في الميركاتو الصيفي اللي جاي، فهيكون من ضمن اول الصفقات اللي هتكون الاهلي هيعلن عنها في الايام اللي جايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حلقه جديده من تايم الاهلي. يلا على طول اعمل لايك واشتراك علشان الحلقه ضرب نار. جايبين لكم صفقه من العيار الثقيل، الايفواري اسحاق سيسي. اللاعب طبعا انا تابعته من فتره قريبه، والحقيقه انه موهبه كويسه جدا جدا، عنده امكانيات واعده وبيظهر تطورات واضحه مع فريقه، الفريق اللي بيلعب فيه جولدن روز الجنوب افريقي خلال الموسم الحالي. لكن بصراحه انا مش شايفه مقتنع بفكره اهتمام الاهلي بالصفقه ديت تحديدا. السبب هقول لك عليه دلوقتي. مشكله بس الصفقه اللي احنا جايبينها دلوقتي ان الاهلي داخل فيها بقوه، ومشكلته حاجه واحده بس، ان اللاعب طبعا الاهلي جايبه تحت السن. دلوقتي الاهلي ابراهيم اللي هو بيلعب مع نادي الاهلي في الناشئين، وكام لاعب كده انا مش متذكر اسمهم بصراحه، هيمشيهم خلاص في الصيف اللي جاي، هيسرحهم بمعنى اصح بعد ما اللاعيبه قعدت حوالي سنه و6 شهور او سنه و7 شهور. فاللعيبه هتمشي، وهقول لك السبب دلوقتي، والسبب اللي هيعاقب العقبه الوحيده اللي هتقابل الاهلي في الصفقه اللي احنا جايبينها النهارده اللي هي بتاعه اسحاق سيسي. طبعا هو لاعب ممتاز، احنا اتفرجنا على فيديوهاته، ولاعب يعني طبعا لعب في الدوري الافريقي، ولعب في افريقيا، لعب كتير مع الانديه بتاعتهم رغم صغر سنه. ولكن العقبه الوحيده اللي هتقابل الاهلي، اللاعب طبعا من مواليد 2006، يعني عنده 19 سنه حاليا. طبعا اتحاد الكوره ناوي يلغي القيد اللي هو 2005 و2006. طبعا ده هيكون ان مش الاهلي مش هيعرف يجيب اللاعب اللي هو عنده 19 سنه ده ويقيده تحت السن، عشان خاطر الحوار ده كله اتحاد الكوره لغيه. اللاعب من الفئه ديت هيتم قيده كلاعب فوق السن. يعني لو جه الاهلي الاهلي هيعينه او هيأيده في اللعيبه اللي هي الكبيره، يعني مش هيأيده تحت السن. وفي نفس الوقت الفئه الاقرب للتصعيد للفريق الاول هتكون مواليد 2007، وده معناه ان اسحاق سيسي بنسبه كبيره مش هينطبق عليه شرط القيد كلاعب تحت السن. يعني الاتحاد الكوره عاوز يعمل من 2007 انت تقدر تأيد اي لاعب تحت السن، بس يكون مواليد 2007، مش 2006 ولا 2005. 2006 و2007 هيرفعوهم علشان مش هيبقوا تحت السن. طبعا ده المفروض كان من بدري قوي الحوار ده. احنا من اللعيب عنده 16 سنه وبيلعب في برشلونه وريال مدريد وبيبقى مكسر الدنيا، فاحنا عندنا لحد دلوقتي لسه 19 و20 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 لسه ناشئ في الدوري المصري. ده موجود حاليا دلوقتي في الدوري المصري. لسه لحد دلوقتي محمد هاني بيتقال عليه ناشئ. محمد هاني اللي كسر ال30 بيتقال عليه ناشئ. فالفكره ديت طبعا لسه الاتحاد بتاعنا لسه فايق منها وبيتكلم عنها، وخلاص هيلغي اللي هو ال 18 و19 سنه، مش هيبقى تحت السن. اللي هيبقى من تحت السن 17 و16 سنه، وده برضو وانا شايفه من ضمن اللعيبه اللي هي تقدر تلعب فريق اول. 16 و17 سنه دول يعني لا الله اكبر، الواد يبقى عنده 15 سنه ولا 13 سنه وتلاقيه اطول من ابوه. والله يعني ما عادش دلوقتي في لاعب صغير 16 ولا 13 سنه، والله العظيم ممكن تقابل واحد عنده 12 سنه واطول منك شخصيا وبدقن وايه وشعر ومستشور والدنيا حلوه معاه. فاللعيبه دلوقتي ما بتتاخدش بالسن، اللعيبه دلوقتي بتتاخد بجسمها والقوه البدنيه بتاعتها.
تقدر تلعب وتقدر تستحمل ال 90 دقيقه ولا لا. كل ده اللي بيتبص عليه، ما بيتبصش على السن خالص. ممكن تلاقي لاعب عنده 16 و15 سنه وبيلعب فريق اول، بس الكلام ده بره مش هنا في مصر. فطبعا اللاعب اسحاق سيسي، اللاعب ده هيكون بنسبه كبيره قوي خارج نطاق انضمامه للنادي الاهلي في حاله واحده بس، لو الاهلي عايزه في او عايزه يعني مش تحت السن، خلاص هيتعاقد مع اللاعب وهيلعبه. هو يبقى عنده 19 سنه بس هيلعبه مع الفريق الاول، مش هيقيده تحت السن. لكن لو مش عايزه بقى تحت السن زي ابراهيم واللعيبه اللي كان جابها تحت السن وحطها في الناشئين ديت، مش هينفع. فالحوار تقريبا هيعلنوا عنه في الموسم الجديد، على ان هو هيرفعوا من القايمه 2006 و2005 وهو هيحطوا مكانهم 2007. مع نهايه الفيديو، لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، وكمان ما تنساش تضغط على اللايك وتعمل اشتراك، وانتظرونا في حلقه جديده. السلام عليكم.